عادل يولد من جديد. المنزل الذي شهد بكاء وعويلا يعيش عرسا، عودة الميت الحي. بدأت المأساة عندما خرج عادل ذات يوم وتاه عن منزل العائلة فهو يعاني اضطرابا. بحث مضني انتهى عند جثة شاب غريق بمستودع الأموات بسلا. اختلطت الأمور على الأب واعتقد خاطئا أن الجثة لابنه. أنا رجعت الفوريان ديال الرباط ما كاينش، مشيت ديال سلا كاين شي واحد كيشبه لولدي والجثة تغيرت. ما يمكنش بنادم غادي، حنا كنا سبحان الله العظيم كنوليو شكل واحد، ما كيبقاش فينا لا الابيض ولا السمر ولا صافي، كنوليو لون واحد صافي. جا السيد الاجراءات، جبنا السيد دفناه. وقلب الام لم يخطئ. جاءت الاخبار بالنبأ السار، عادل لم يمت، فقد صادفه احدهم هائما على وجهه بشفشاون. انا فرحانه برجوع ديال الاخ ديالي، كان غايب من النهار الثاني في رمضان، ودابا الحمد لله كنحمد الله ونشكره بانه بان، رغم اننا درنا جنازه ديال واحد راجل اخر، ولكن داكشي في سبيل الله. والحمد لله دابا بعد الظهور ديالو يعني واحد الحدث يعني حاجه غريبه، يعني العقل ما تيتقبلهاش، ولكن هذا الشيء اللي وقع الحمد لله حنا نشاطين العائله. هذه الفرحه والسرور يحز الالم في النفوس ديالنا على العائله المكلومه الاخرى التي تبحث على احد افراد الاسره ديالها، ونتمنوا من الله حتى هو يلقى الاهل ديالو باش حتى هما، لان الانسان باش يدفن تيدفنوا تيرتاح حتى النفوس ديالو. والفرحه لم تنسي الام ذاك الاخر الذي بكته يوما واقامت له مأتما وبنت له قبرا، لكن الاسره عاهدت نفسها الا تنقطع عن الترحم على الميت المجهول الهوية.